اللهم صل وسلم على اللهم صل صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليك وآلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم وضاعف عليهم العذاب الأليم السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن مولاتي فاطمة سيدتي نساء العالمين ملطومة العين مكسورة الضلعين مسقطة الجنين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما كيف ابن وحي الله وهو به الهدى أرسى فقام له العماد أضحى يسالم عصبة أموية من دونها كفرا ثمود وتبعوا أمسى مضاما تستباح حريمه هتكا وجانبه الأعز الأمنع ويرى بني حرب على أعوادها جهرا تنال من الوصي ويسمعون
هان أضحى يدس إليه سمنا ما فتفتت بالسم من أحشائه قطعا لها حتى الصفايا يتصدعوه ما خافت من الله ولا راعت شرف جد مقسى قلبها سمته بنت النذل وجاب الطشت يما وظل يقذف قطع جبده قذفها وصاح يا حسين يا أخوه يا حسين بوصيك بوصية يا سنادي من بعد عيني يا خليصي تكفل أولادي طيور المنية رفرفت أبا أروح لقداري حان الأجل أبا أموت يا حسين يا أخوه هذا الذي مكتوب من رب السما لعلا أنا أموت بسام وانت تنذبح بحساب لكن حسافة ما بلغنا في عرس جاسا لا تأخر زواجه يا حسين يا أخوه أويل جبد الحسن متقطعة بسمي المنية أصبح يعالج واصبحت زينب الشجي دخلت عليها وعاينت ليلوج وحده عند أخو حسين دمعه فوق خده سيعلم الذين ظلموا آل بيت رسول الله حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
للإمامين الحسنين وأنتما الإمامان ولأمكما الشفاعة. صدق مولانا وسيدنا ونبينا الكريم محمد. اللهم صل وسلم على محمد ثانية. اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد. إذا نلاحظ من خلال قراءتنا إلى التاريخ كيف أن الأمة خانت بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وما هي نتائج هذه الخيانات. إذا نلاحظ من أيام النبي صلى الله عليه وآله، والنبي في معركة أحد قال أنتوا سرية الرماة تبقوا على الجبل، ما تنزلوا حتى وإن رأيتمونا هزمناهم أدخلناهم إلى ديارهم أو هزمونا إلى سعفات هجر، تبقوا على الجبل. هذول من شافوا أن المسلمين انتصروا في الجولة الأولى قالوا ما يدرينا أن محمد يحفظ حقوقنا من الغنائم، ونزلوا من على الجبل. والنتيجة شنو؟ النتيجة أنه استدار عليهم جيش خالد بن الوليد وقتل منهم 70 رجلا، ومن ضمنهم الحمزة عم النبي صلى الله عليه وآله. كذلك لما تجي إلى آخر لحظات رسول الله صلى الله عليه وآله وهو ينادي علي بدوات وكتف أكتب لكم كتابا ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. قام واحد يريد يجيب الدوات والكتف، ايش قال له الرجل؟ قال له اجلس حسبنا كتاب الله إن نبيكم. شوف اتهم النبي بالهجران وخالف القرآن الكريم حتى لا يعلن اسم أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن الناتج من هذه الأمور شنو؟ الناتج أن الأمة دخلت في مسار مختلف غير المسار الذي أراد أن يرسمه رسول الله صلى الله عليه وآله. وقتلت فاطمة الزهراء وظلم أمير المؤمنين سلام الله عليه 25 عام، حتى لما إجت الأمة تكاببت على أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام حارب القاسطين والمارقين والناكثين سلام الله عليه، يعني ما استتبت الدولة من غير حروب. فلما تجي لأيام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، مر الإمام بمجموعة من الإرهاصات كانت بسبب مخلفات ما تركته الأمة. شلون؟ الإمام بعد مقتل أمير المؤمنين عليه السلام بويع الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وصل الخبر إلى ابن آكلة الأكباد. هالرجل انزعج، كتب للإمام الحسن تنحى يا حسن فأنا أولى منك بالأمر. الإمام قال له هذا الأمر هذا منصب إلهي، هذه قيادة إلهية، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. جاء له إمامنا الحسن عليه السلام بالآيات والروايات التي تبين مقام أهل البيت وفضل أهل البيت وأحقية أهل البيت. جاء الإمام مثلا بآية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آية القربى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فتبين هذه الآيات وغيرها من آيات القرآن الكريم أحقية أهل البيت صلوات الله عليهم بأن يعتلوا صهوة المجد. وجاب الإمام الروايات اللي تتحدث عن مقامه ومقام الإمام الحسين سلام الله عليه. الآن الرجل هل يقتنع بهالآيات؟ هل يقتنع بهالروايات؟ لا، ما راح يقتنع الرجل. تدري ليش ما يقتنع؟ لأن أساسا الرجل هو ما يعترف بالإسلام. الآن لو كان يعترف بالإسلام هل يروح يجيب المؤمنين مثل حجر بن عدي الكندي وغيره ويقول لهم
هل تتبرأ من دين علي بن أبي طالب أم لا؟ طيب هو دين علي بن أبي طالب شنو يعني؟ دينه هل هو اليهود؟ هل هو النصارى؟ هل هو المجوس حتى يتبرأوا منه؟ لا، دين علي بن أبي طالب الإسلام. يعني إذا قال له تتبرأ من دين علي بن أبي طالب يعني تتبرأ من شنو؟ من الإسلام. وهذه واضحة. فلذلك أنكر الرجل الآيات والروايات. تقول الرواية واحتد الكلام بين الإمام سلام الله عليه وبين هذا الرجل. الآن لما احتد الكلام وصل إلى اللقاء العسكري، وكنا نعرف شلون الأمة خانت وشلون الأمة ابتعدت عن الإمام الحسن، واضطر الإمام إلى طريق الهدنة. طيب الآن لما اضطر الإمام إلى طريق الهدنة، هل هذا يدل على ضعف الإمام الحسن سلام الله عليه؟ والبعض ينظر إلى الإمام الحسن بأنه إمام ضعيف أو أنه إمام مستضعف، وهذا خلاف الواقع. يعني الإمام الحسن سلام الله عليه لو كان الإمام مستضعف أو الإمام ضعيف ما كان الإمام عند القوة أن يتجرأ ويخاطب الجيش ويقول يا أهل الكوفة إني علمت بكل ما علمه كل رجل فيكم. يعني كل رجل شنو في نيته، سواء خيانة سواء إخلاص للإمام، يقول الإمام أنا علمته. وقال لهم الإمام إنما أرسله لكم الرجل من أموال فهو سحت وحرام وإني لا أحل لكم ذلك. شوف خطاب الإمام، تبين الإمام يعرف سلام الله عليه ما في نفوس هؤلاء، ويعلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الرجل أرسل إليهم الأموال وأغراهم بالأموال حتى ينقلبوا على الإمام الحسن عليه السلام. ولذلك في المدائن جاءت وفود من بني أمية إلى الإمام الحسن عليه السلام، كان من ضمنهم عمرو بن العاص. جو دخلوا على الإمام يخاطبوا الإمام الحسن عليه السلام. قال له الرجل يا حسن ما تريد؟ إن كنت تريد المال جعلناك أكثرنا مالا، وإن كنت تريد الجاه جعلناك أعلانا جاها. شوف سبحان الله، هذا نفس الموقف اللي مر على النبي صلى الله عليه وآله لما كان عند أبو طالب وإجوا جماعة من قريش يا أبا طالب إن محمد سفه آلهتنا، قل له ما يريد، إن كان يريد المال جعلناه أكثرنا مالا، إن كان يريد الإمرأة أمرناه علينا. إيش قال لهم؟ قال لهم النبي يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. شوف هذا نفس موقف الإمام الحسن سلام الله عليه، لما دخلوا عليه الإمام رفض هذه الأمور والتفت إلى عمرو بن العاص وقال له يا ابن العاص يا أيها المغتر. لاحظ كلمات الإمام، يعني لو كان الإمام ضعيف ومستضعف ما تظهر منه الكلمات. قال له يا ابن العاص أيها المغتر بآبائه، إنما المرء يتفاخر بنفسه لا بآبائه، وإن كنت متفاخرا بآبائك فافخر بآبائك الذين أدركوا الإسلام ولم يسلموا. يقول له أنت هذا أصلك. ولذلك شوف كان كثير ما يجوا يواجهوا الإمام وجها لوجه. شوف ابن آكلة الأكباد كان موجود ويعرف أن ما أكو حرب، مع ذلك ما جواجه الإمام الحسن سلام الله عليه حتى لا يفضحهم الإمام، لا يقول له أيها الطليق وابن الطليق. شوف هذا الرجل لما رجع إلى ابن آكلة الأكباد قال له مالك ألوانك متغيرة؟ قال له لقد فضحني الحسن بن علي إذ قال لي كذا وكذا. فالإمام سلام الله عليه ما كان مستضعف، لكن هذه كلها إرهاصات بسبب خيانة الأمة لأهل البيت. بالله شنو استفادت الأمة بعد ما خانت بالإمام الحسن سلام الله عليه؟
من رجع الرجل وتولى على الكوفة صعد المنبر: ما قاتلتكم لتصوموا أو تصلوا أو تزكوا أو تحجوا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. وصار يكذب على لسان الإمام، قال: لقد تنازل لي الحسن بن علي عن الخلافة لأنه علم بأني شنو؟ يقول بأني أفضل منه إلى هذه المكانة. قال: أنا خير منه لأنه علم أني خير منه. صعد الإمام المنبر ورد عليه، قال: كذب والله الرجل إذ قال أني تنازلت عنه لأني رأيت أنه خير مني. يوم من الأيام جو دخلوا على الإمام سلام الله عليه وقالوا له، لما كان الإمام قبل ما يتنازل قالوا له: قبل ما تصير الحرب تنازل واترك الأمر للرجل حتى تبعد الأمة عن سفك الدماء. التفت لهم الإمام الحسن سلام الله عليه قال: أعطي هذا الرجل قيادة الأمة وهو طليق وابن طليق، ولم يسلم إلا كرها هو وأبوه، وأنا الحسن بن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك حتى لما الإمام ترك هالمكان هذا واتخذ طريق الهدنة واعتزل الأمر السياسي، شوف ما اكتفوا، صرخ أحدهم: لقد كفر الحسن بن علي كما كفر أبوه من قبل. أيها الناس، اهجموا على الحسن. فهجموا على الإمام، انتهبوا كل ما في فسطاط الإمام حتى سجادة الصلاة سحبت من تحت قدمه. أيوا إماما. تقول الرواية: رجع الإمام إلى الكوفة وهو في طريقه للكوفة مر تحت فسطاط مظلم، فجاء جراح بن سنان أخذ بزمام بغلة الإمام وطعن إمامنا بخنجر في فخذيه. أيوا إماما. أوصل الضرب إلى عظم الإمام من شدة ألم الضربة. تقول الرواية: الإمام سلام الله عليه رفع يده وقبض على عنق ذلك الرجل، وظل الإمام طريح الفراش 3 أشهر يعالج الإمام أثر تلك الضربة. ثم عاد الإمام إلى الكوفة ومنها إلى مدينة رسول الله، وعاش أياما ضراما إذ دست له اللعين جعد سما قتالا. أيوا إماما. العزاء إلى مولاتنا الزهراء. الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بالأموار وشفتيها بعين، والسباب كل من الذي سقى جنينك ورث علينا الحزن والحسرات والنار. واحد 3 أيام فوق السطح خلاه، واحد على حماميل فوق الجسر ذباه، واما غريب الغاضرية بخيل أجركم الله. تقول الرواية: اختارت اللعين يوما شديد الحر، كان الإمام بأبي وأمي صائما، قدمت له السم في الطعام، تناول قليلا من أحس بحرارته. أيوا إماما. وضع إمامنا يديه على قلبه، مال على يمينه أخرى على شماله، صاح: سميتني يا عدوة الله، لقد غرك وسخر منك، والله لا تنالين من بعدي خلفا، وسلط الله عليك داء لا شفاء لك من. اغتاظت من كلام الإمام،
أخرجت من في الدار وأغلقت على إمامنا الأبواب. أيوا إماما. ظل الإمام على الأرض يتقلب يمينا شمالا. هرع أولاده إلى عمهم الحسين. أقبل مولانا الحسين حاسر الرأس أحافي القدمين يلطم على رأسه ينادي وأخاه. احتمل أخاه الحسن على صدره أقبل به إلى فراشه. صار يبكي إمامنا الحسين. التفت له الحسن أبا عبد الله تبكي عليه؟ لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يوم يزدلف عليك 30,000 رجلا يدعون أنهم من أمة جدنا لا أنالهم الله شفاعته. ثم قال أخي أبا عبد الله علي بالطشت. جاء له الإمام بالطشت وإذا بإمامنا الحسن يقذف كبده قطعة بعد أخرى. أيوا إماما. وإذا بالباب تطرق. منو يطرق باب بيت الإمام؟ من اللي جاي يزور الإمام الحسن؟ تعالت ونتوا بالباب خيته تسمع للحسن يحكي وصيته. سمعها من نفسه ومنيته وظلت تسكب العبر خفي. سمعها وصاح منه اللي ورا الباب يا زاير مو وقت هذا ويا لجنة وقت عندي أودع بس الأحباب واريد زينب توافي إلي. سمعت زينب صاحت عن الدار الحزن بي ولفاني. سليتاني الحزن ما هو لسلاني أن الزمان يا ولي ولاني من يوم النبي واني برزيه. هاني الشاهدت أمي ورا الباب ضلعها من العصر يا وصفه نصاب. خيي شفت مرمي فوق العتاب لما نسقطوا أم الزكية. هاني الشاهدت بويا بكل حال مرة مجتفينا والي بحباب ومرة يحملون فوق الاجتاف راس مطبر بالسيف المني. هاني الفاقد أمي وأبي وانا الجاية عافل خيي. أخاف يزول يا ناس في لغاب الحسن هاليوم يحسن. بقي إمامنا على هذا الحال 40 صباحا يقذف كبده في الطشت قطعة بعد أخرى حتى حان حينا دنا أجله. أوصى بالوصايا للإمام الحسين وعند احتضار الموت توجه إمامنا إلى القبلة. يا الله تشهد الشهادتين عرق جبينا سكن أنينا
الله الصرخ وإماما صح ونادي والسيدا. المصيبة عندما جيء بجنازة الإمام ليدفن بجانب جده رسول الله، أقبلت على بغلة تصرخ: لا تدفن في بيت من لا أحب. تقول الرواية: وإذا بالسهام أقبلت تترى على جنازة الحسن. وشال الجنازة والوديعة تصيح يا حسين بجنازة المسموم. ريض يا ضيال ريض يا ابو سكن ابن عش حلو الجهامة، ونشرع على تابوت المشكر هالعمامة. خلى على الروضة وخلت ودعال يتامى عنها يسافر يا الأخو ويا ضياله. مروا على قبر البتول ابن عش بنها، قبر يا خويا لا تحفر بعيد عنها، دفن بكترها بالكني هون حزنها. لا وين ماشي بكعبتين وفاد يا حسين، مأجور يا حسين على مصاب الحسن مسموم. مأجور يا حسين مأجور يا حسين على مصاب الحسن مسموم. مأجور سمي الأعادي فطر جبد الحسن يا حسين على الفرش مطروح، وين ينادي ودمع على الوجه بونين والقلب مجروح. ذوب فادي تنادي ام الحسن والعين مدمعها مسفوح، واسو الزهرة يا شيعة بالعزاء اليوم واسو الطيبين. مأجور يا حسين على مصاب الحسن مسموم. مأجور يا حسين بالطشت واسفه قذف جبد الحسن مرات وحسين نظره، وزينب بلهفه لفت لابن النبي بحسرات تسكب العبره، وتاليها حتفه حضر واسف الولي بآهات لله صبره، وغمض عيونه يا ويلي المجتبى المظلوم وافجعنا البين. مأجور يا حسين على مصاب الحسن مسموم. مأجور وشالوا الجنازة الأحبة وكل بني هاشم بالصياح ونياح، وهذه العادة يمر على النبي لازم والدمع سفاح، وراعي الوفادة لفالك الغاوي وظالم بسيوف ورماح، ورشقوا الجنازة أولي بالنبي السابعين يا حفص بين. مأجور يا على مصاب الحسن ما
سمو مأجور. صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، واللعن على أعدائها وظالميها يا رب العالمين. اللهم شاف المرضى سيما المنظورين منهم ومن سئلنا لهم الدعاء، اقض حوائجنا، يسر أمورنا، فرج عن شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا في مشارق الدنيا ومغاربها، لموت المؤسسين والمستمعين لهذا المجلس الشريف وموت المؤمنين والمؤمنات. بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة. الفاتحة مع الصلوات.